ترى شكل المنافسة هيبقى عامل ازاي في عالم التنس بعد اعتزال نادال وقبله فيدرر واقتراب جوكوفيتش من لحظة الوداع؟ الثلاثي الذهبي اللي تربع على عرش عالم التنس واحتكروا الألقاب والجوائز لفترة طويلة، مسيرة أمتعونا فيها وتفننوا في حرمان لاعبين مميزين من دخول التاريخ. ألقاب قليلة جدا أفلتت من قبضة الثلاثي، منها بطولة أمريكا المفتوحة سنة 2009 اللي حققها الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، ورولان جاروس 2015 اللي فاز بيها السويسري ستان فافرينكا، بالإضافة طبعا إلى 3 ألقاب حققهم أفضل لاعب بريطاني في العصر الحديث أندي ماري. فيدرر اعتزل في 2022 ونادال لحقه في 2024 بعد ما أرهقته الإصابات وحرمته من خوض منافسات كتير. جوكوفيتش مازال بيقاوم، لكن بصراحة أمامه تحديات صعبة جدا ضد الشباب القادم بقوة. في موسم 2024 حقق الإيطالي يانيك سينر 8 ألقاب، منهم 2 جراند سلام، وأصبح أول إيطالي في التاريخ ينهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي. الأسباني الواعد جدا كارلوس الكراز حقق لقب ويمبلدون في 2024 بعد ما فاز على جوكوفيتش، وحقق كمان لقب رولان جاروس بعد ما هزم الألماني ألكسندر زفيريف، اللاعب اللي مازال بيبحث عن لقبه الأول في الجراند سلام. جوكوفيتش خسر نهائي ويمبلدون وانسحب من ربع نهائي رولان جاروس، وخرج من الموسم بالكامل دون تحقيق أي لقب جراند سلام، لكنه بالمقابل نجح في حصد ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وعلى حساب الكراز بالذات، وهي الميدالية اللي انتظرها جوكوفيتش لفترة طويلة جدا علشان يكون فاز بكل حاجة ممكنة. الروسي ميدفيديف خسر نهائيين كبار في 2024 علشان يفضل رصيده من الجراند سلام لقب وحيد هو بطولة أمريكا المفتوحة 2021. لكن ميدفيديف يظل من اللعيبة اللي عندها أسلوب واللي دايما موجود في دايرة المنافسة، الدايرة اللي بتضم كمان الألماني ألكسندر زفيريف والنرويجي كاسبر رود والأمريكي تايلور فريتز واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. ومن الأسماء القادمة كمان في عالم التنس واللي برشحها للمتابعة واللي ممكن تسير على خطى سينر والكراز هم الثنائي جاكوب مينسك من جمهورية التشيك أفضل لاعب واعد في 2024 والبرازيلي جواو فونسيكا. في رأيكم مين الأسماء اللي ممكن تسيطر على عالم التنس بعد انتهاء فترة الثلاثي الذهبي؟ وهل تتوقعوا عودة نوفاك جوكوفيتش لتحقيق ألقاب كبيرة في 2025؟